تحفة واكيد طعمها تحفة، فانا هدوقها دلوقتي معاكم واقول لكم طعمها ايه. انا النهارده مش عارفه انا جبت الجرأة منين ان انا اعمل فيديو زي ده. يا جماعه ما تستغربوش، النهارده الفيديو بجد انا قلقانه منه، ومش هغامر ومش هعمل من الحاجه اللي انا هعملها النهارده دي كميه كبيره. ليه بقى هتسالوني ليه؟ لان انا النهارده عامله اكله عراقيه مشهوره جدا في العراق، كمان في الاعياد وفي المناسبات، وهي الكليجه العراقيه. طبعا يا رب اكون بنطقها صح، يعني لو نطقتها غلط ما تتريقوش عليا يا جماعه، بليز ما تتريقوش عليا لو انا نطقتها. يا جماعه انا قعدت ادرس الموضوع، انا درسته لان انا لازم اعرف هي بتتعمل ازاي قبل ما اطلع اعمل لكم الفيديو. انا مش معقوله هطلع اعمل لكم الفيديو كده مره واحده، فقلت خلاص انا هعمل كميه قليله منها وهشوف هتنجح ولا مش هتنجح. وانا عملت الفيديو ده بناء على طلبكم ان انتوا كنتوا عايزين ان انا اعمل لكم اكله مشهوره في العراق، وقعدت ادور على اكله حلوه مشهوره في العراق، لقيت الكريجه العراقيه، فقلت لازم اعملها ولازم اجربها. واللي عارفني طبعا عارف ان انا ما بعرفش اطبخ للاسف، بس انا بعمل الحاجات السريعه اللي على قدي. يعني لو اي حد بيتابعني وشايف لي فيديوهات هيعرف ان انا بعمل حاجات على قدي، يعني انا ما بعملش اكتر من الحاجات اللي انتوا بتشوفوها دي. واي حد دلوقتي بيتفرج عليا من العراق يا ريت ما يزعلش مني لو بوظت الدنيا او ما عملتش الحاجه زي ما انتوا بتعملوها. فانا متحمسه جدا جدا ان انا اعمل الاكله دي النهارده واشوفها هتنجح ولا لا، وهاخدكم معايا خطوه بخطوه وانا بعملها. فيلا بينا واشوف انا هعمل ايه. احنا دلوقتي هنبدا، وعايزه اقول لكم ان انا قلقانه جدا جدا ومش واثقه، لان دي اول مره اعملها. يعني انا حتى ما عملتهاش قبل كده. اللي انا فهمته بقى ان الوصفه دي اهم حاجه فيها هي الهيل ده اللي هو الحبهان، بس بيسموه عندهم في العراق الهيل. فانا دلوقتي هنزل بكوبايه دقيق. طبعا المقادير دي يا جماعه لكميه قليله. الهيل اهو، هننزل برشه كده لان العجينه لازم يكون عليها هيل، وكمان الحشو بتاعها لازم يكون عليه هيل. بس هنحط معلقتين سكر او اي حاجه، يعني على حسب ما انتوا عايزين هي تكون مسكره ولا سكرها مظبوط ولا سكرها قليل، على حسب. انا ممكن احط 3 معالق صغيرين. وبعدين هننزل بنص معلقه من الخميره الفوريه، هي دي معلقه صغيره، فانا ممكن احط وبعدين انزل بقى بالسمنه او بالزبده، يعني ايا كان. هنا اقلب بقى اهو يا جماعه، ده خليط من فوق عشان بس ايه تبقى كل حاجه باينه لكم. الحليب ده ملوش مقدار معين، على حسب ما العجينه تمسك معاكي. دلوقتي بقى هننزل بالحليب الدافي كده واحده واحده، يعني ما ننزلش مره واحده على بال ما نحس ان العجينه مسكت. نجحت بجد، عامله لكم كميه وصفات من كل البلاد، يعني بصوا هغرقكم وصفات بقى. نزود لبن كمان لان انا حاسه ان هي يعني ايه مكلكعه شويه، عايزه ازود لبن كتير. بصوا بقى يا جماعه، انا دلوقتي هاخدها وهغطي عليها واحطها في مكان دافي في المطبخ علشان تتخمر. هي تتخمر ساعه ساعتين، ممكن كمان تسيبيها يوم كامل. وبعدين نعمل الحشوه بتاعتها ونحشيها. الحشوه بتكون عباره عن تمر ده اساسي، وهنخليه كده زي العجوه، فاهمين؟ اللي هو هنحطه على النار يسيح كده مع السمنه او الزبده، وهنحط عليه كمان رشه من الهيل. دلوقتي بقى انا سبتها تتخمر ساعه وبعدين نعمل الحشو. بقى جينا لخطوه الحشو. طبعا الحشو زي ما انا قلت لكم هيكون عباره عن تمر. طبعا التمر ده ما ينفعش نحطه على النار الا لما نضربه. يعني انا دلوقتي هحطه في الكبه علشان يتفرم، لان هو كده مش هينفع. وهنحط عليه السمنه وهنحط عليه الهيل وبعد كده نحطه على النار.
بحيث ان هو يسيح شويه. ودلوقتي بقى هروح اشوف العجينه اتخمرت ولا لا. ادي العجينه اهي يا جماعه، بصوا هي معلتش قوي، بس تقريبا علشان الكميه اللي انا عاملاها قليله، بس هي بقالها يعني حوالي 3 ساعات، فاظن كده كفايه. معانا حطيناها على النار، التمر مع الهيل مع معلقه كبيره من السمنه او الزبده، بقى الحشوه تمام. يعني هو كده جاهز ان احنا نحشي. نشوف بقى دلوقتي هنعمل ايه. اول حاجه هجيب العجينه، بسم الله، عشان تبقى كبيره شويه. انا عامله كميه قليله زي ما قلت لكم علشان انا بجرب. تمام. وبعدين نحط فيها الحشوه. طبعا هي لسه سخنه شويه فايه اهو، شايفين، ونقفل عليها كده. ماشي. وبعد كده هجيب شوكة كده وهعمل لها شكل. مش عايز حد يتريق عليا يا جماعة، انا بجرب، قلت انا بجرب لان انا ما عنديش حاجة اعمل بيها الشكل ده، فخلاص نعمل بالشكل. ايه رأيك يا ماما ان انا بعمله ده؟ حلو، في أول مرة حلو، شبه المعمول بالظبط. هو زي المعمول، احنا عندنا اسمه معمول. هم عندهم اسم تاني. بصوا بقى يا جماعة، عشان نكون واضحين، انا عملت 5 وحدات بس، يعني مش هعمل اكتر من كده واغامر، علشان لو باظت مني لا قدر الله ما بقاش عملت كمية كبيرة. فانا دلوقتي هشغل الفرن واحط ال5 دول فيهم، ونشوف بقى هيطلع 5 او 5 هيطلعوا عاملين ازاي. طيب يا جماعة، انا دلوقتي هسيبها في الفرن كده 10 دقايق، ربع ساعة، على بال ما تاخد لون، اللي هو اللون الذهبي اللي انا شفته يعني في الفيديوز اللي انا شفتها للكاليجة، ان هي اخدت لون ذهبي بس، اللي هو تاخد لون من فوق وخلاص. فانا دلوقتي سايباها في الفرن لحد ما تاخد لون، ونطلعها بقى وندوقها. انا متحمسة جدا اعرف طعمها ايه، هتطلع طعمها زي المعمول اللي هو عندنا هنا في مصر، ولا هتطلع بطعم تاني. هو انا اللي متوقعاه ان هي هتطلع بطعم تاني، لان هي فيها الحبهان او الهيل، اللي هو احنا بنقول عندنا احنا حبهان، انتوا بتقولوا هيك. جت اللحظة الحاسمة يا جماعة اللي احنا هنشوف فيها دلوقتي الكاليجة. طبعا هي مولعة، مش هقدر امسكها خالص، لا مش هقدر امسكها، فهسيبها تبرد شوية وبعدين اوريها لكم. اهي انا قربتها عشان تشوفوها. بصوا هي ظبطت اهي كمان من تحت، عشان بس ايه متقولوش ان هي اتحرقت من تحت. دلوقتي انا هفتحها. والله يا جماعة تحفة وظبطتها اهي، شايفين ايد الحشوة من جوه، يعني عاملة زي المعمول فعلا اللي عندنا، بس حاسة ان هي طرية شوية من جوه. فاللي فاهم يعني في الكاليجة دي يقولي هي بتبقى طرية من جوه ولا بتبقى ناشفة. هي معايا طرية، بس والله يا جماعة ريحتها تحفة واكيد طعمها تحفة. فانا هدوقها دلوقتي معاكم واقول لكم طعمها ايه. والله يا جماعة طعمها تحفة تحفة. ايه رأيك يا ماما؟ حلو أوي. جميلة يعني؟ عجبتك؟ حلو. خلاص يا جماعة، انا نجحت فيها وطلعت بعرف اطبخ اهو. مش بطبخ يعني بعرف اعمل اكل وبس كده. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، ولو عملت حاجة غلط قولولي برضو في الكومنتات. خلاص مش مزاج كده يا جماعة. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، ويا رب اكون قدرت ان انا اعمل الكاليجة العراقية. طبعا انا مش هعملها زي ما هما بيعملوها، يعني اكيد لو رحت ولا جيت اكيد هما بيعملوها بالطريقة الصح واحسن مني، بس انا قلت اجرب. واستنوا بقى مني سلسلة فيديوهات ان انا اجرب اكل من جميع بلدان العالم، يعني اي اكلة مشهورة في اي دولة انا هتحدى نفسي واعملها، زي ما عملت النهاردة اكلة مشهورة زي دي في العراق.
واستنوني الفيديو الجاي برضه هيكون فيديو حلو قوي. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو ده لو عجبكم. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.